طول ما انت لسه ما حققتش الحاجة اللي نفسك فيها، ارجوك اكتم خالص وما تتكلمش عنها. ليه؟ عشان مخك هيبدأ يفرز مواد كيميائية المسؤولة عن الاحتفال بإنجاز. ما انت طول الوقت بتتكلم عن انا قربت اعمل كذا، انا الشهر الجاي هيحصل كذا، انا احتمال اوصل لكذا، ويحس باحساس الريورد او احساس التعويض والمكافأة. فاول ما تيجي قدام تقابلك عقبة قد كده في الحاجة دي، تلاقي نفسك مش قادر تواجه العقبة ومتضايق وما عندكش طاقة. ما انا احتفلت خلاص جوه عقلي وما بقتش قادر اعافر تاني. اول ما الحاجة دي تتحقق، ارجوك اتكلم مش اكتم، واحكي لكل الناس مفيش مشكلة، واحتفل بنجاحك وانجازك، عشان ساعتها انت بتدي عقلك مكافأة يستحقها فعلا، بتحمسه على انه يبدأ انجازات جديدة، وبتحمس كمان غيرك انه الانجاز ده طلع بيتعمل، فربما هو كمان يتشجع ويبدأ رحلة نجاحه. اللي انا بكلمك عنه ده اسمه الرحلة من استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان الى واما بنعمة ربك فحدث. عايز اقول حاجه، بص، هي نصيحه للزمن: العب لعبه الاندر دوج، ما تلعبش لعبه ان انت باين. خش المكان ما حدش عارفك، ما تقولش حاجه، ما تشرحش، ما تقولش انت مين، بتعمل ايه، ما بتعملش الكلام ده. دايما الواحد لما بيبدا يتكلم عن اللي هو قادر يبقى فيه احساس زائف بالانجاز، ولما بيجي يخش على التحدي بيحس ان هو وقع. قصتك تفضل طول الوقت قصة مستترة محدش يعرف عنها حاجة ولا هو مهتم يعرف عنها حاجة. بتعيش معاناة، ما بتاكلش كويس، ما بتشربش كويس، مودك مش كويس، كل الكلام ده ما يخصهمش، لا يخصني ولا عايز اعرفه. ولو قلتهولي هتبقى انت شخص بتشتكي دايما من الاضطهاد وعندك عقد نفسية وعندك مشاكل نفسية. فدايما بقول اوعى تحكي حكاية وانت في نصها، احكي حكايتك وانت مخلصها وانت ناجح فيها. لانه الناس عموما هتبقى طول الوقت مش عايز تسمع الشكاي. انا مش عايز اسمع اللي بيشتكي، مش عايز اسمع اللي عنده مشاكل. انا عايز اسمع اللي مر بالمشاكل دي ووجد لها حلول ونجح ووصل لها دلوقتي انه بقى قدامي بالشكل ده. فاهلا وسهلا بيك بقى، تعالى قول لي انت عملت ايه، احكي لي بقى، تعالى بقى ايه، اديني حلولك للمشاكل اللي انت تعرضت لها. لكن دايما في مشكله كبيره جدا في ناس كتير بيقعوا فيها. اوعى تبقى انت الشخص الشكاي للناس اللي حواليك. لما يبقى عندك مشاكل كتير جدا جدا اقفل على نفسك.